كان يا مكان ولا يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في زمان بعيد وسلطنة كبيرة كان في سلطان اسمه السلطان جلال الدين، عادل بس شديد، حازم بس غامض. الناس كانت بتهابه، بس مش عشان قوته، لأ خالص، لكن عشان كان كل يوم الصبح بيقف قدام المراية ويقول: كل يوم هسأل سؤال، واللي يجاوب عليه لنص المملكة. بس الغريب إن ولا حد كان بيتجرأ يجاوب. ليه؟ محدش يعرف، لأن اللي جاوب قبل كده اختفى. أما على الطرف التاني كان فيه شاب فقير راعي غنم اسمه فهمي، قلبه أبيض، لسانه حلو، بس عايش على قده بين الجبال والخرفان. وفي يوم وهو بيسرح بالغنم سمع صوت من السماء بيقوله: اللي عايز يعرف نفسه لازم يدخل قصر السلطان. استغرب وقال في سره: أنا أدخل قصر السلطان؟ ده أنا حتى ما عنديش نعل سليم. بس الحكاية كانت بدأت والعالم حواليه اتغير. وصل فهمي لقصر السلطان، وقف وسط ميدان كبير والناس كلها بتبص عليه، والجنود عاملين دوشة، وهو لابس جلابية مرقعة وسندوتش جبنة في جيبه. طلع السلطان وقال بصوت جامد: يا راعي، عندي ليك سؤال واحد بس، جاوب تاخد اللي نفسك فيه، تسكت ترجع زي ما جيت. الناس اتجمعت والهدوء ساد المكان، والسلطان قال: ايه الكلمة اللي لو اتقالت تقلب مملكة، ولو اتسكتت تنقذ أمة؟ راح رد عليه فهمي وقال له: هي كلمة الحق يا مولاي، لو اتقالت وقت الظلم تقوم الدنيا، ولو اتسكتت وقت الفتنة تهدي النفوس. السلطان اتفاجئ، سكت لحظة طويلة وبعدها قال: من سنين وانا بسأل السؤال ده، مستني حد يقول لي الكلمة دي. الراعي فضل مندهش والناس اتلبشت، دي مش كلمة، دي فزورة. بس فهمي ابتسم وراح قال: اللي بيقول كلمة الحق هو اللي يستاهل الملك، مش اللي بيتزين بالكلام. وبعد ما فهمي قال الكلمة السلطان سكت، والناس كلها بدأت تبصله مستنية يشاور بإيده أو يدي أمر، لكنه قال بهدوء: رجعولي السؤال وأنا هراجع نفسي. وراح السلطان لقصره لوحده وساب الراعي في الميدان. الناس كلها بقت تبص لفهمي، مش عشان إعجاب، لأ خالص، بس فضول، بحب وبخوف. هو مين الولد ده اللي رج البلد بأكملها؟ فهمي بات في زاوية جنب السوق تحت شجرة توت، لكن بالليل ظهرت له ست كبيرة لابسة اسود ووشها متغطي. قالت له بصوت ناعم زي الهوا: السلطان سمعك، بس قلبه لسه مش سليم، ولو عايز تغير المملكة لازم تشوف الأول مين نايم فيها من جوه. قال لها: أنا راعي غنم، أعمل إيه يعني مش فاهم؟ قالت له: اللي بيرعى الغنم بيعرف يفرق بين الديب والضعيف، وده اللي البلد محتاجاه. واختفت زي الحلم. السلطان راح جاب فهمي تاني وراح قال له: انت عملت دوشة كبيرة قوي، بس قلبي مش مرتاح، لو كنت مكاني تبدأ منين؟ فهمي راح قال له: مش هبدأ من القصر، انا هبدأ من السوق. الناس جعانة ومفيش عدل، ازاي تطلب من الناس يقولوا الحق وهم بيخافوا يناموا جعانين؟ السلطان هز راسه وقال: مفيش حد قال لي كده من زمان. ومن ساعتها الناس معرفتش الراعي ده بقى وزير ولا أمير، بس كل يوم كان بيتمشى وسطهم بنفس الجلابية وبنفس السندوتش، وكل ما حد يسأله: انت ازاي وصلت؟ يضحك ويقول: ما كنتش بدور على سلطة، كنت بدور على الكلمة. وبكده تكون خلصت قصتنا، واتمنى انها تكون عجبتكم، واتمنى منكم الدعم باشتراك في القناة وباللايك وكتابة كومنت حلو يفرحنا، واشوف وشكم على خير في قصة جديدة. مع السلامة.